مستمعينا، عقد مجلس النواب الجلسة العادية الإجرائية الأولى عن بعد من دور الانعقاد العادي السنوي الثالث من الفصل التشريعي الخامس مساء أمس الأحد برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب. وللحديث أكثر عن مجريات الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب وأبرز ما سيتم تداوله تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، يسعدنا أن يكون معنا على خط البرنامج سعادة النائب باسم المالكي عضو مجلس النواب. صباحك بالخير، صباحك الله بالخير سعادة النائب، حياك الله معنا في صباح الخير يا بحرين. أسعد الله صباحكم بكل خير، والشكر لإذاعة تلفزيون إذاعة مملكة البحرين. وفي البداية أتحدث عن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس، والذي تشرفنا بإذن جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة بافتتاح يوم أمس. أيضا بعدها عقد مجلس النواب الجلسة العادية الإجرائية الأولى عن بعد برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، والتي أكدت فيها معاليها أن معاليها رئيسة مجلس النواب عن بقية النواب على ما جاء في كلمة السامية لعاهل البلاد المفتى. أيضا تشرفنا يوم أمس بالتفضل راعي النهضة وقائد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد، واستمعنا جميعا للكلمة السامية لجلالة الملك المفدى، والتي يمكن أن نصفها أنها دليل وخارطة طريق وخطة أمل للفترة المقبلة. أيضا جاءت مضامين الخطاب السامي تعبيرا عن ضروريات المرحلة القادمة، وذلك في أهمية العمل على تجاوز آثار جائحة كورونا، والعمل على تعافي الاقتصاد الوطني ودعم طموحات الشباب البحريني. كلمة جلالة الملك تعبر عن احتياجات المرحلة القادمة، وذلك من خلال دعم الطاقات الشبابية وفرص الاستثمار التي تمثل تنوعيا مصادر الدخل وإيجاد فرص العمل للمواطنين. نعم. أيضا كما أستطيع القول أن مضامين الخطاب السامي لجلالة الملك تمثل مسؤولية وطنية للسلطتين التشريعية والتنفيذية لما تحتاج المرحلة الحالية، خصوصا التعافي السريع الاقتصادي الوطني، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتجاوز آثار الجائحة العالمية. نعم. كما عندي بعد بوصل نقطة مهمة، كما أن توجيهات جلالة الملك بإنشاء صندوق يستثمر ويدعم الطاقة وطموحات وابتكارات الشباب البحريني، إنشاء وتملك الأعمال الشركات يعزز من تمكين الشباب والاستفادة من خبراتهم وطموحاتهم. نعم. طبعا الجلسة الإجرائية الأولى أكيد كان فيها العديد من المجريات، ودنا نتحدث عن هذه المجريات، أبرز ما جار فيها من مواضيع. يعني هي جلسة إجرائية تكون فيها الله يسلمك مرسوم بدور الانعقاد لافتتاح الافتتاح الفصل التشريعي الثالث. بعد ذلك عقب الجلسة هذه كان هناك بعد هذه الجلسة كان هناك توزيع استمارات بخصوص توزيع النواب على اللجان الخمس، هي اللجنة التشريعية، اللجنة القانونية، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق. أيضا تم توزيع استمارة للجان النوعية لتوزيع النواب اللي يبتدي الدور الانعقاد والعمل والتعاون مع السلطة التشريعية. اي نعم. احنا اكيد نتمنى ان يكون هذا الدور الانعقاد الثالث من فصل التشريع الخامس دور مشرق وفيه العديد من ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. نتمنى لكم التوفيق سعادة النائب فيما ستقدمونه في المرحلة القادمة، وشكرا لوجودك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين.